أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى الدرس الثاني من أمراض الرأس كيفية معالجة الأمراض التي تصيب الرأس. كاين السينفين سيفي سينفيتون. هذا السينفيتون يحتوي على مادة الألين تيوين الكيميائية، واللي تتميز بأن لها خواص مضادة للقشرة. عندها واحد الخواص مضادة للقشرة. تضاف نقطتان من محلول نقطتين من محلول السينفيتون إلى شامبو الأعشاب. نجيبو واحد الشامبو نتاع الأعشاب ولا شامبو الشعر مفضل ونديروها تكون مضادة للقشرة. كذلك خليط الزنجبيل والسمسم. نديرو شوية خليط ما بين الزنجبيل والسمسم. أخلط ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل. نجيبو شوية ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل، ويتم الحصول على عصير الزنجبيل. كيف نجيب هذا العصير الزنجبيل؟ كاين اللي يقول كيف نجيب هذا. يتم الحصول على عصير الزنجبيل ببشر جذور النبات مع 3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم، مع نصف ملعقة من عصير الليمون. شوية من عصير الليمون، نص ملعقة و3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم، وعصير هذا من جذور النبات، من جذور هاد النباتات. ويتم ذلك نديرو على الفروة الراس بهذا الخليط، نديرو فوقها 3 مرات في الأسبوع. نجيو على عرق السوس. يحتوي عرق السوس على مادة الجليسريزين. هاد المادة اللي يمكنها تقليل الإفرازات الزيتية من فروة الرأس. تنحي واحد الإفرازات الزيتية من فروة الرأس وتحافظ لنا على نسبة الإفرازات الدهنية المنخفضة، وهو ما يؤدي إلى السيطرة على قشرة الرأس. باش نسيطر على قشرة الرأس نضيف لها الخل إلى الأعشاب بالجاف ويستعمل كغسول الشعر. نديروها ونستعملها كغسول للشعر. شامبو سري بورو هو خليط إكليل الجبل. نجيبو إكليل الجبل كما نقولو حنايا الشيح والمريمية والزعتر والبقدونس. نوضع نصف ولا واحدة من نبات المريمية الجافة أو مع أونصة من نبات إكليل الجبل، ونزيدها مع أونصة من إكليل الجبل ومع كوبين من الماء لمدة 24 ساعة. نخليهم لمدة 24 ساعة، ثم يضاف الزعتر إلى المنقوع كمظهر قوي. نديروها كمظهر قوي، والبقدونس كأعشب له خصائص علاجية معروفة. ويوضع هذا الشامبو كغسول يومي. نديرو هذا الشامبو باش نغسلو به يوميا الشعر. الخل مع عصير التفاح. نجيبو شوية خل مع عصير التفاح. قم بتدفئة الخل. نجيبو الخل وندفئوه منفصلا، ثم ندفئ عصير الخل التفاح. ندفي خل منفصل ثم ندفي خل عصير التفاح منفصلا، كل واحد منفصل عن الثاني. وضع السائلين مباشرة على فروة الرأس. هاد السائلين من بعد نجيبوهم نوضعوهم على فروة الرأس، الواحد تلو الآخر. ندير واحد ومن بعد يجي الثاني، ثم ضع عليهما بلسما أو شامبو تجاري. نجيب من بعد دير فوقهم بلسم ولا شامبو تجاري. لسان الجمل. يحتوي لسان الجمل على الإنتوين، المادة المضادة للقشرة. هذه الإنتوين هذه هي مادة مضادة للقشرة، ويمكن صنع نوع قوي من الشاي. قادر نديرو نوع قوي من الشاي، ومنه استخدامه كغسول للشعر. نديروه كغسول للشعر، ومنه نستخدمه كغسول قوي للشعر. البلقاء المتعاقبة. يحتوي زيت البلقاء المتعاقبة على مادة تسمى تربينيس. هذه المادة والتي تخترق الطبقات العليا، تسقط الطبقات العليا من فروة الرأس، وتشمل نشاطها المؤثر على الطبقات العميقة من فروة الرأس، فتقوم بتطهيرها، تطهر لنا هذه الفروة، ويتم خلط قطرات من هذا
النبات مع ملعقتين كبريتين من الشامبو التجاري، كبيرتين، نجيب واحد ملعقتين كبار كبيرتين من الشامبو التجاري الجيد، ويكون حاجة زينة وتوضع على الرأس. نجيو شيح البابانوج. يحتوي البابانوج هذا على الفلامونويدات. الفلامونويدات وهي مادة تخترق جلد فروة الرأس. هذه المادة الفلامونويدات تخترق لنا مادة فروة الرأس التي تعطيها حيوية وصحة، كما أنها قاتل الفطريات، تقتل لنا كل الفطريات التي تسببها فروة الرأس. كما يحتوي البابونوج البيسبولون، وهي مادة عنده البيسبولون. في هذا البابونوج فيه مادة البيسبولون، وهي مادة تعالج الطبقة الذهنية، تعالج لنا الطبقة الذهنية، تجعلها منيعة ضد الالتهابات، تخليها مصمم أمان ضد الالتهابات المختلفة، مما يجعلها مضادة لتكوين البشرة، يخليها ما تتكونش أو تكون مضادة لتكوين البشرة، القشور. يضع من البابونوج شراب عشبي. هنا هذا البابونوج نوضعوه في شراب عشبي، أو ينفع وينقع، نديروه يتنقع ويستخدم كغسول للشعر. نقعوه ونديروه كغسول للشعر. القمل حشرات كاين اللي يكون في الشعر نتاعو القمل. واش هو الحل للقمل؟ هذا ما سنتطرق إليه في الدرس السابق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.